لو طلع لك اسد لوبه الحلو، تقول لك لو طلع لك اسد او تمساح تعمل ايه؟ مساء الخير يا استاذ لوبه. مساء النور يا فندم، اتفضل. دلوقتي احنا كنا متعودين ان الاسود والتماسيح، الاسود في السيرك والتماسيح في جنينه الحيوانات. دلوقتي بقت في الشوارع. في السيرك لحد دلوقتي. دلوقتي في الشوارع، ودلوقتي الناس تسمع الاخبار دي. الناس بقى تعمل ايه في وسط الاخبار دي؟ لا، هو الخبر كاذب ومش دعايه. هو الاسود ما فيش حد فك ولا حاجه بالنسبه لعيله الحلو، يعني افراد مدربين اللي بيشتغلوا في الشركات من عيله الحلو، من عيله كوتا، اسودهم في قفصهم واسود متربيه وكويسه. هو لو حد لقى اسد طبعا في الشارع دي بتبقى مشكله، وبيبقى طبعا خايف، بس هو ممكن يعني يبقى واقف ساكت، ما يحاولش ان هو يتحرك حتى لو الاسد حاول يجي جنبه. لو هو اسد يعني شرس قوي، يعني عدلنا كده في خطوات يا مدام لوبه. ازاي الروشته لو قابلت اسد او حيوان مفترس في الشارع تعمل ايه؟ هربان بقى من سيرك مش هربان؟ ما اقدرش احكم على طبيعه الشخصيه. في ناس بتخاف وممكن تطلع تجري، ففي الحاله دي الاسد هيجري وراها. وفي ناس ممكن تعمل ثبات وتقف وما تحاولش انها تتحرك خالص عشان ما تحاولش انها تثيره. بس لكن شخصيه الاسد بقى، انت خبيره في شخصيه الاسد، ما تعرفيش شخصيه البني ادمين. بالنسبه لشخصيه الاسد نرضيه ازاي يعني؟ لا، في اسد ممكن يكون بيتعامل بعنف شديد جدا، فهيتعامل بعنف مع اي حد يشوفه. وفي اسد مستأنس متربي، طبعا دي هي الاسود بتاعتنا، فهيجي يبتدي يشمشم فيه كده ويقف جنبه. لو ما يلاقيه مش هيبقى فيه اي اذى ولا هيتعامل معاه بطريقه وحشه. يا فندم يشمشم بيه ازاي بس؟ انا هقف لما الاسد يشمشم. يتعرف على مين حضرتك؟ على اي حد هيقابله. انا عاوز اعمل زي عادل امام اللي هو انا بخاف من كلب يطلع لي اسد. شفت بقى، والله انتوا ظالمين الاسود. الاسود دي يعني اطيب كائنات. الاسود ايه مالها؟ اطيب كائنات على وش الارض. اطيب كائنات على وش الارض، ومسالمه جدا. ده بالنسبه لعيله الحلوه، بالنسبه لكل البشر بس؟ لا، لكل البشر طبعا. بالنسبه ان اسود عيله الحلو متربيه، فانا بتكلم عن اسودي. يعني هي مشكلتي مع الاسد ان هو متربي او مش متربي؟ طبعا. ما انا عايزه اقول لحضرتك ان اسود السيرك بتبقى دي متعلمه، بتفهم، بتاخد، عارف يعني ايه اوردر، بتعرف اسمها، بتعرف اقعد، بتعرف تعالى، بتعرف كل، بتعرف اشرب، فطبعا بتبقى متعلمه. لكن هات لي اسد بيور زي جنينه الحيوانات، زي اسود الغابه، دي بتتعامل بطريقه ما حدش علمها، بتتعامل بطبيعتها. طب احنا في الفتره الاخيره يا مدام لوبه بقينا نسمع اخبار كتير جدا عن مواطنين عاديين بيربوا تماسيح وحيوانات مفترسه وبيربوا اسود، ودي مشكله كبيره على فكره. رايك ايه في الموضوع ده؟ وهل الموضوع ده بيحصل بعيد عن الامن؟ بيحصل بتراخيص؟ بيحصل ازاي يعني لما تخش؟ لا، ما لوش تراخيص. هو الموضوع ده بقى اوفر قوي. ان في طبعا في اماكن يعني زي قريات معينه بتربي اسود، فبتبتدي ان هي بيبقى لها بتطلع ناتج التكاثر ده، بتبتدي تبيعه لاي حد. طبعا هم مش فاهمين. في ناس قادرين ان هم يشتروا اسود بيقعدوهم في الفيلا اللي عندهم، فطبعا الاسد ده محدش عارف سلوكه، محدش عارف يربيه ازاي وياكله ازاي، فبيبتدي لما بيكبر يبتدي يهاجم. وده مش صح. يعني صعب، مش اي حد يربي اسد، ومش اي حد يكون عنده اسد او يشغل اسد يبقى مدرب. في حد بيبقى مدرب وفي حد مروض. واظن يعني الناس ما اتعلمتش من جدي الله يرحمه الشهيد البطل محمد الحلو، ده كان مدرب اسود. الاسد عضه قدام الجمهور. بابايا يعني اتعور كتير. خالي مدحت زي الايام دي برضو 4 اسود مسكوه. دي مش بتبقى سوء تدريب، لا، دي طبيعه حيوان، دي غريزه فيه. بس الحمد لله ما بيوصلوش ان هم يموتوا. ليه؟ عشان الاسد ده بيبقى متربي ومتعلم على تدريب عالي، بس دي غريزته انت ما تقدرش تحكمها فيه. طب هل حد من الناس اللي بيربوا اسود في الفلل بتاعتهم او القصور بتاعتهم طلب من حد من عيله الحلو يدرب الاسد بتاعه؟ بيجيبوهم كتير جدا، وساعات بيجيبوهم. طب احنا هنعمل فيهم ايه؟ طب ممكن تاخدوهم. احنا طبعا بنرفض نتعامل بالطريقه دي، ان دي مش الاسود بتاعتنا، واحنا غير مسؤولين عن اي سيرك خاص مش بتاع عيله الحلو ولا عيله كوتا. الشركات دي للاسف بتنتشر في اماكن مختلفه وبتتعامل مع الاسود بقسوه شديده. بقسوه شديده، وبيتعاملوا معاهم بطريقه غير ادميه. وانا اتكلمت في الموضوع ده كتير، ويعني بعت شكاوي كتير. يا جماعه الاسود الكتيره دي غلط. انا بفوجئ، انا ببقى قاعده في كافيه وبلاقي واحد ماشي باسد مصوراتي، انا بضحك. طب اللي بيجيبوا اسود دي بيهربوها منين؟ وسعر الاسد يبقى كام كده مثلا؟ ساعات كانوا زمان بيهربوها من ليبيا، بيهربوها من غزه، الحاجات دي. السعر كام بقى؟
انا ما اعرفش طبعا الاسعار عشان انا مش بتعامل مع الناس دي. انا بستورد الانواع النادره، الاسد الابيض، الاسد النمر الابيض، الاسود الاسيويه. انا يعني بابايا بيلف دايما، بابا بيطلع يسافر ويشوف ايه هو الجديد في روسيا، في هولندا كده، فبيجيب معاه الحاجات النادره الجديده. فطبعا اسعار بتتفاوت من بره لمصر، وانا محكومه باسعار عالميه. تمام. لكن انا ما اعرفش الناس دي بتتعامل ازاي، يعني ازاي بيشتروها ويدخلوها، انا ما اعرفش الصراحه. تمام، بنشكرك جدا مدام لوبا الحلوه على هذه المداخله الكريمه والنصايح الكريمه. قالت لكم يا جماعه لو اسد قابلكم في الشارع سيبوه يشمشم وهو يبقى هادي وكويس، واسالوه اذا كان متربي تبع عيله الحلو وطمنوا له، غير كده خافوا على نفسكم.